السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل في أحسن الأحوال. وصفة اليوم وصفة معسلات رمضانية بامتياز. اخترت نديرها محشية باش تكون رويال، تصلح لفخامة الشهر الكريم، تصلح للضياف، تصلح للسهرات اليومية، تجي مقرمشة على برا، طرية ومعسلة داخل. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوناش جيم، كومنتير واشتراك في القناة. بريميرمون نحتاج دائما بنفس الكاس هذا تاع لاتيه كما كامل الوصفات اللي من قبل 3 كيلات تاع فرينة كاملين، ربع ملعقة تاع ملح، نص كاس بنفس الكيلة طبعا نص كاس تاع سمن ذايب ولا مارغرين اذا كان ما عندكش سمن. نخلط مليح نصف كيس تاع لافاني ونبدا نخدم برؤوس الاصابع. نزيد لها ربع كاس تاع مزهر مخلط مع الماء. انا درت لا بروميير فوا ربع كاس، ابخي جاتني قليله مازالت ناشفه، زدت لها 2 ملاعق. دونك هنايا لازم ندخل مليح هذاك السمن في كامل الحبات تاع الفارين حتى نتحصل على اون بات كانها مرمله. قبل ما نبدا نزيد لها المزهر. كي نتحصل على هذه لا تكستور باش نبدا نزيد المزهر تاعي بيتي بيتي، ما نديرهاش دان سولكو باش بريميرمون ما تكونش جاريه بزاف، ودوزيامون تسهل لي في الخدمه. دونك عجنتها حتى تحصلت على عجين يشبه العجين تاع القريوش ولا تاع البقلاوه، ما تجي ناشفه وما تجيش جاريه. خليتها ترتاح دو كوتي. لو طون نوجد لافارس واللي استخدمت فيها نصف كيلة تاع مكسرات مرحيه. هنا كل انواع المكسرات كاين هنا بما في ذلك الجلجلان، نصف كيس اللي بقى لي تاع لافاني، وقشور نصف حبه تاع برتقال، و2 ملاعق كبار تاع السكر. دونك انا باسكو المعسلات اللي من قبل اذا كنتو شفتوهم درت قشور تاع ليمون، هنا قلت ندير قشور تاع البرتقال باش نغير. وقشور تاع البرتقال سا مارش تري بيان مع لا فاني. زدت لها 2 ملاعق كبار تاع مزهر حتى نتحصل على حشوه تشبه الحشوه تاع البقلاوه، يعني ما يجيش مندي بزاف، ما يجيش مشمخ، يجي شاد روحو باش ما يخسرليش لا فورم تاع الحبه كي نحب نقليها، وميم طون ما يتفتحليش ما يخرجليش يعني الحشو ما يخرجش من الحبه. قسمتها على 2 وبديت نخدم. فتحت العجينه تاعي، نفتحها رقيقه جدا حوالي 2 ملم كيما نفتح عجينه القريوش، ما لازمش تكون خشينه باش كي نطيبها يدخل لي الطياب حتى للقلب وما تبقاليش معجنه. دونك كما راكم تشوفوا هنايا فتحتها، هذه هي العلو المطلوب. راني نرقق قد ما قدرت ونبدا نحط لي بول تاعي تاع الحشو. هذه قدام هذه انا في الحق الحشو اون اوتر فوا حندير بلوس، هنا جاتني لا كونتيتي قليله ما كانش عندي باقي الحشو، سي بور سا جي ايكونوميزي شويه. مي ننصحكم تزيدوا على لا كونتيتي اللي درت. هنايا واش درت، جبت ملعقه تاع فرينه مع ملعقه تاع الماء، خلطتهم مليح، درت هكذا في لي كوتي باش كي نفوت الموس نقطعه ولا الجراره تشد مليح، يعني راح تخدم لي الخدمه تاع اون كول اليمونتير. الفرينه كيما نديرو في البوراك، الفرينه والماء باش كي نحب نقليها ما تفتحليش، سينو حتخسر لك كومبليتمون لا فورم. كيما راكم تشوفوا درت في النص الاول لا فارس، بليت النصف الثاني، درت بيبي بالقيس باش يجيوني كامل على حبه كامل لا ميم طاي. تقدروا تقيسوا، مي اذا كان موالفه ديري عينك ميزانك سي با بروبليم، لي موالفه لا كويزين تجيها سهله. كما راكم تشوفوا بديت نقطع الحبات. بيان سور الزيت كنت سخنته مليح، هي بخي نقصلو على نار متوسطه الى هادئه. علاش؟ لانه العجين هنا راه على 2 طبقات، لازم نطيبها على نار متوسطه الى هادئه باش يدخل لها الطياب حتى للقلب، ما لازمش تبقى لي معسله عفوا معجنه. اتونسيون دونك لازم فريمون تتحمر لي كيما هذا في لا فوتو هذه، تكون مايله للون البني مش مايله للدوري. كي كملت قليتهم خليتهم تصفاو حوالي 5 دقائق، ما نعسلهمش ديريكتومون سينو راهي تتعجن لي. خليتهم تصفاو من الزيت حوالي 5 دقائق، بعد ذلك عسلتهم، درت لهم رشه تاع اللوز ايفيلي وقدمتهم بهذه الطريقه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم، والى الملتقى والسلام.